أهلا بيكم معانا النهاردة. هندخل في تفاصيل كتاب حقيقي عمل فرق كبير في تصميم الويب. الكتاب هو Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 للمؤلف بن فرين، نزل في 2012. وقتها كانت لسه الموبايلات والتابلتس بتبتدي تنتشر جامد قوي. بالظبط، فجأة بقى مطلوب من أي موقع يشتغل كويس وشكله حلو سواء على موبايل صغنن أو شاشة كمبيوتر كبيرة. فالكتاب ده جه في وقته تماما، كان لازم حل للمشكلة دي اللي كانت بتكبر. هو ده الكلام. يبقى مهمتنا النهاردة إننا كده ناخد أهم الأفكار من الكتاب ده، ونشوف إزاي غير الدنيا، وإزاي المبادئ دي لسه بنستخدمها لغاية دلوقتي. مستعدين للرحلة دي؟ أكيد. بص، أول وأهم حاجة الكتاب ركز عليها هي فكرة الريسبونسيف ويب ديزاين نفسها، التصميم المتجاوب. ودي مش مجرد شكل بيتغير وخلاص، لأ، دي طريقة تفكير. أهم حاجة فيها واللي كانت جديدة وقتها هي فكرة الموبايل فيرست. الموبايل فيرست دي اللي هو تبدأ بالأصغر الأول، صح؟ تماماً، تبدأ تصميمك وتفكيرك بالموبايل، تركز على الأساسيات وبعدين تضيف بقى التحسينات للشاشات الأكبر. ده بيخليك فعلاً تركز على المحتوى المهم. فعلا حركة ذكية. والكتاب شرح إن الموضوع ده قايم على 3 حاجات أساسية زي ما عرفها إيثان ماركت. الشبكة المرنة أو الفليكسبل جريد. ممكن تفهمينا دي أكتر؟ يعني إيه شبكة مرنة؟ تمام. ببساطة، بدل ما تستخدم مقاسات ثابتة بالبيكسل عشان تحدد عرض الأعمدة والحاجات الأساسية في الصفحة، لا، بتستخدم نسب مئوية أو وحدات نسبية. ده بيخلي التصميم كأنه سائل كده، يتشكل حسب حجم الشاشة المتاح. فهمتك. يعني بدل مقاسات جامدة بقت نسب بتتغير. جميل. طب تاني حاجة هي الصور المرنة، الفليكسبل ايميجز. أيوة، ودي برضو مهمة جدا. الصورة كمان لازم حجمها يتغير مع الشاشة. أبسط طريقة والكتاب شرحها كويس هي إنك تستخدم خاصية في CSS اسمها Max Width 100%. دي بتضمن إن الصورة ما تخرجش بره المكان المخصص ليها، ولو المكان صغر الصورة تصغر معاه. حلو قوي. يبقى شبكة مرنة وصور مرنة. فاضل الحاجة التالتة بقى اللي بتعمل السحر كله. الحاجة الأقوى بقى الميديا كويريز. دي الأداة الذكية اللي في CSS3. تخيل كده إن CSS بتاعك بقى بيسأل المتصفح: هو عرض الشاشة عندك كام؟ أو الجهاز ده بالطول ولا بالعرض؟ وبناء على الإجابة الميديا كويري بتخليك تطبق ستايلات CSS مختلفة تماماً. هي دي اللي بتغير شكل الموقع بجد لكل جهاز. ياه. يعني السياسس ما بقاش أعمى، بقى بيشوف وبيسمع ويرد. وده ياخدنا لنقطة مهمة برضو الكتاب اتكلم فيها، ال HTML5 نفسه. بالظبط. ال HTML5 مش بس عشان التجاوب، لأ، ده عشان معنى الصفحة نفسها اللي هو السيمانتك HTML. لما تستخدم تاجات زي header, nav, article, footer بدل ما كله يبقى div وخلاص، كده انت بتدي معنى للكود بتاعك. وده بيساعد محركات البحث وبيحسن الأكسسيبيليتي كمان. زي ما تكون بتوصف أجزاء البيت، صح؟ بدل ما تقول كل أوض. تماماً. ده غير بقى أنواع الإنبوتس الجديدة في الفورم زي إيميل، نمبر، ديت. دي بتسهل على المستخدم بالذات على الموبايل، وبتقلل الحاجة الجافا سكريبت عشان تتحقق من حاجات بسيطة. وكمان طبعاً سهولة إضافة الفيديو والصوت بفيديو وأوديو. طيب، إحنا كده بنينا الهيكل صح ب HTML5 وخليناه مرن بالشبكات والصور المرنة. نيجي بقى لل CSS3 واللمسات الجمالية والتفاعلية. الكتاب غطى إيه تاني هنا؟ بص، ال CSS3 ده كان صندوق كنوز جديد للمصممين وقتها. غير الميديا كويريز، قدم حاجات كانت زمان محتاجة الصور وجافا سكريبت، زي مثلا الظل للنص وللعناصر، تكست شادو، بوكس شادو، والخلفيات المتدرجة gradients. الحاجات دي وفرت وقت وحجم تحميل كبير أكيد خلت الشغل أسهل وأنظف. جدا. وكمان الترانزيشنز والانيميشنز اللي بتعمل حركة ناعمة للعناصر، وطبعا القدرة على استخدام خطوط مخصصة باد فان فيس. وما ننساش السيلكتورز الجديدة زي nth child اللي بتخليك تختار عناصر بدقة، مثلا تلون صفوف الجدول بالتناوب. كل ده خلى التصميم أخف وأجمل وأكثر مرونة. بس أكيد زي ما قلنا وقتها كان في تحدي المتصفحات القديمة، خصوصاً ال IE. الكتاب عالج ده إزاي؟ دي نقطة مهمة فعلا. الكتاب قدم فكرة البروجريسيف انهانسمنت، التحسين التدريجي. تبني الأساس شغال على كله حتى القديم،
وبعدين تضيف المميزات الجديدة بتاعت HTML5 و CSS3 للمتصفحات الحديثة بس. كده الكل كسبان، القديم شغال والجديد واخد تجربة أحسن. واقترح استخدام أدوات زي مودرنايزر عشان تعرف المتصفح بيدعم إيه، وبوليفيلد زي respond.js عشان تضيف دعم للقديم. يا سلام، تفكير عملي وممتاز. طيب لو حبينا نلخص الزتونة بتاعت الكتاب ده في جملة واحدة نقول إيه؟ نقدر نقول إن الكتاب ده مش مجرد شرح تقنيات، هو تغيير في طريقة التفكير. بيعلمك تبص للمحتوى الأول، تستخدم الأدوات صح، وتفكر بشكل متجاوب من البداية، عشان في الآخر توصل لأحسن تجربة ممكنة لأي مستخدم مهما كان جهازه. بصراحة تحليل ممتع، وكتاب فعلا أفكاره لسه عايشة ومهمة جدا. علمنا إزاي نفكر في الويب بشكل مرن ومستعد لأي جديد. نتمنى يكون النقاش ده كان مفيد. والمهم نفتكر، التكنولوجيا بتتغير والشاشات والأجهزة أشكالها بتتطور، لكن فكرة إنك تفكر في المستخدم الأول وتقدم له تجربة مناسبة دي اللي بتفضل. الله ينور. طيب، بما إن الكتاب ده فتح لنا سكة التفكير في مرونة الواجهات من أكتر من 10 سنين ولسه أفكاره معانا، تفتكروا إيه التحدي الكبير الجاي اللي هيحتاج مننا طريقة تفكير جديدة خالص زي ما ال RWD عملت وقتها؟ ده سؤال نسيبه لكم تفكروا فيه. استنونا المرة الجاية مع كتاب جديد وتحليل مختلف لموضوع تاني شيق. مع السلامة.